ترك الحبل على الغارب. من أمثال العرب الخالدة في الحرية المطلقة دون قيد أو شروط. ومثله أيضا ألقى حبله على غاربه، حبلك على غاربك. فما المقصود بالمثل؟ في لسان العرب غارب اسم من غرب، جمعه غاربون وغوارب، والغارب هو الكاهل ما بين الظهر والعنق، والغارب أعلى كل شيء، وغوارب الماء أعالي موجه، والغارب في البعير أعلى مقدم السنام ما بين الظهر والعنق، يلقى عليه خطامه إذا أرسل ليرعى، ومعناه ترك الحبل ما بين ظهر الحيوان ورقبته. اختلف في أصل المثل، قيل إنه يرجع إلى العصر الجاهلي، وهو من كنايات الطلاق عند قدام العرب، فإذا طلق الرجل امرأته يقول لها حبلك على غاربك، أي اذهبي حيث شئت فقد أخليت سبيلك. وقيل إن المثل يرجع إلى الناقة، فإذا ألقي حبلها على غاربها وتركت بلا قيد تذهب حيث تشاء بحرية المطلقة. فكان العرب إذا أرادوا إرسال النوق للرعي جعلوا خطامها على الغارب، ولا يترك ساقطا فيمنعها من المرعى،